السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده جايلكم فيديو جديد وروتين جديد، اتمنى ان يعجبكم. طبعا الجو طبعا بقى برد قوي الفترة دي، فالواحد بقى بدأ يكسل، بدأ مش قادر اصلا ان هو يقوم يعمل اي حاجة. بس بحاول كده ان اخلص اي حاجة ورايا. هنا اول ما صحيت كنت عايزة اكل حاجة كده تكون مسكرة شوية، فكان عندي جاتوه، اخدت كده قطعة وهعمل معاها بقى شاي، يعني مش هعمل فطار يعني وكده. المج ده اللي كان جايلي هدية، مش عارفة وريتهولكم ولا لأ، بس حلو اوي بجد اوي. انا بحب المجات جدا، يعني من اكتر الحاجات اللي انا بحبها المجات بحبها اوي. فقلت بقى اطلعه هنا، كنت اول مرة تقريبا اشرب فيه، اول مرة. فبجد شكله حلو اوي اوي اوي، ولونه كمان بجد يعني تحفة، خطير. فهاخد بقى كده الشاي بتاعي واروح كده افطر فطار خفيف لذيذ ده. وبعد كده بقى جيت دخلت على اوضة الاطفال، قلت هغير الملايات بتاعتها. انا زي ما بقول لكم مفيش حد بيستخدم الاوضه دي او بينام فيها او كده. فمش بغير الملايات كتير يعني بتاعتها، يعني مش باستمرار، لا يعني مثلا كل يعني حبة كده بحب اغير الملايات، طبعا عشان طبعا هي الوانها فاتحة برضو، فلو سليم دخل لعب او كده في اوقات برضو بتتبهدل، او لو جه عليها تراب او اي حاجة، فبحب اغيرها برضو احتياطي. كنت هفرش عليها الشتوي، المفرش يعني القطيفة وكده، بس ما فرشتش، لان انا نزلت البطاطين الحاجات دي، بس ما نزلتوش ولسه ما طلعتوش بتاع اوضة الاطفال، ولا حتى بتاع الاوضة الكبيرة. فمش عارفة بصراحة افرشه ولا لا، مش عارفة، بس هو ممكن افرشه بصراحة. فقلت مؤقتا كده هفرش، اغير الملايات يعني وكده، لحد ما اشوف هعمل ايه، لان انتوا عارفين طبعا الشتا دخلت مرة واحدة، فهو يدوبك اصلا لحقت اعمله البطاطين اللبس الشتوي طبعا. ف لان طبعا انتوا عارفين الجو فضل حر حر وقلب مرة واحدة. يعني انا اللي كان نافعني بس ان انا كنت مطلعة لبس سليم قبلها، فدي حاجة طبعا انا دايما بطلعه بدري، انا في الطبيعي بطلع لبس سليم بدري عننا. فحتى لبسي انا طلعته في اليوم تقريبا اللي مطرت فيه تقريبا يعني. فالمهم مش قادرة اتكلم، غيرت الملايات وعملت كده الأوضة بالمكنسة على السريع، ودخلت بقى هنا كنت هعمل الغدا. بصراحة كنت هعمل الغدا سريع كده، ما مش عارفة، ما كنتش قادرة، وقلت هعمل كده حاجة تكون على السريع. فقلت هعمل خلاص، كنت مطلعة فراخ، قلت هعمل صينية فراخ بالبصل، حتى كنت عايزة يعني كام حاجة كده، اللي هو الفلفل الحاجات دي، فلفل اخضر ما كانش عندي، فقلت هعملها بالبصل بقى وكده، بس بتطلع خطيرة. ولو انت من الناس بتحب الاكل الصحي شوية، او مثلا بتبقى دايت او كده، تبقى حلوة جدا وخفيفة بصراحة، وما بتاخدش منك وقت خالص، ان كل الحاجات اصلا يعني انت بتعمليها هو يا دوبك بس البصل، ولو عندك فلفل اخضر بتقطعيه، بيدي طعم حلو قوي قوي قوي. ولو انت بقى حابه تزودي عليها خضار من عندك، اي نوع خضار انت بتحبيه برضو هتبقى حلوة جدا. بس انا استخدمت فيها البصل كده، هنا قطعت كام واحدة بصلة كده اجنحة زي ما انتوا شايفين، وبجد فعلا والله طعمها تحفة. فانا بصراحة الفترة دي بقيت بعمل الاكلات، يعني مش عارفة بقيت بستسهل. بصراحة مش ما عنديش طاقة ان انا اعمل اكل بقى فيه افتكاسات او كده، فبحاول ان استسهل الاكلات اللي انا بعملها. وفي اليوم ده بصراحة ما كنتش قادرة، لان زي ما بقولكم الجو الفترة دي فعلا صعب جدا، لان الشتا دخل مرة واحدة،
وبردت قوي مرة واحدة. يعني احنا حرفيا احنا في نفس الاسبوع كلنا عينا يعني. هو اصلا مش احنا بس يعني كله اخد نفس الدور بقى وكده. فالحمد لله يعني. هنا بقى هحط كده توابل على البصل. انا كنت جايبه توابل جديده ما كنتش لسه حتى فضيتها، بس هفضيها معاكم تقريبا في الفيديو ده برضو. رجعها يعني في اماكنها وكده، يعني ما كانش عندي توابل. فببتدي اجيب الحاجات اللي هي الناقصه، ببتدي ان انا اشتريها وكده. هنا بقى حطيت فلفل اسود، وحطيت كمون وكزبره ناشفه، و7 بهارات او بهارات مشكله، اي بهارات عندك. ممكن تحطي بهارات فراخ عادي، وملح، وهحط حبه بابريكا، بابريكا مدخنه مش اللي هي العاديه. بتدي طعم ولون حلو برضو قوي. بس ودي كده الفراخ بشرحها يعني بشرحها كلها بالسكينه كده عشان يدخل فيها كل التتبيله. وابتدي ان انا البصل بقى بالتوابل دي بحاول ان انا ادخلهم في الفراخ نفسها، تمام، عشان تاخد من التتبيله. الفراخ دي ممكن تركنيها شويه، ممكن تعمليها في وقتها براحتك خالص. انا دخلتها الفرن وعملت جنبها بقى رز، وعملت سلطه. شايفين شكل بقى الفراخ؟ حرفيا والله العظيم تحفه، وطعمها خطير 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 بجد. من وصفات او الاكلات الحلوه جدا وخفيفه جدا. وهي دوبك بس بتعملي جنبها رز وسلطه وخلاص. طبعا لو انت حابه تعملي بقى اي خضار انت عايزاه معاه، بس يعني دي انا بالنسبه لي شايفاها وجبه متكامله وحلوه جدا. نيجي بقى للجزء الجزء الاساسي. هنا بقى كان عندي مواعين بقى متصفيه وكده. فببتدي ان انا ارجع كل حاجه مكانها، عشان طبعا الدنيا ما تتكركبش عليا. فبحط بقى كل الحاجات دي في اماكنها. انا ببقى سايبه مثلا، ممكن ابقى مثلا غاسله المواعين دي بالليل او الصبح وكده، فبسيبها تتصفى. قبل ما بتتصفى بجمعها كده على الرخامه. وهنا بصراحه كان اصلا رخامه عليها كذا حاجه، لان ساعات يعني الفيديو ده اصلا انا بسجل عليه جديد. كان سليم تعبان وما كنتش احتمل بقوم من جنبي اصلا. فكان عندي كام حاجه لازم ان انا بصراحه اعملها. يعني حتى التوابل اللي انتوا شايفينها دي المفروض كنت احطها اول ما جبتها، بس انا جبتها ما استخدمتش اي حاجه. يعني ما رجعتش اي حاجه مكانها وكده. ده ينسون هقول لكم شايفين خلصان يعتبر كله. لان كنت بعمل منه كده. ف يعني اخدنا بصراحه دور الحمد لله. بس كان الدور بصراحه المره دي كان شديد وكده، وكان مش عارفه يعني كله اخد نفسه هو والدور. طبعا البرد والكحة وسليم كان عندي اخد سخونة. بس الحمد لله يعني الحمد لله بقى احسن. هنا بقى هبتدي ان انا افضل التوابل، عشان طبعا مش هينفع اسيبها في الاكياس بتاعتها. انا بصوا هنا بجيب اللي هي الامقاع دي. انا بقولكم ان البلاستيك بتاعه رديء جدا جدا جدا. بس هو حلو ان هو يعني بيسهل عليا وكده. بس اكيد في منه انواع اكيد قوية. فانت هاتيه وهتلاقي اكيد منه احجام تانية. يعني انا لو لقيت منه احجام اصغر ان شاء الله اشوف يعني. ولو لقيت منه احجام اصغر وخامة كويسة هجيب. حلو جدا بيسهل عليكي بقى في ان انت لو هتحطي توابل لو اي حاجة. مثلا هتفضي حاجة في ازاز او كده، فبصراحة هو كويس جدا. انا هنا اتلخبطت وجيت كنت حاطه تقريبا الكمون مكان البهارات. فالحمد لله الكمون طبعا كان تقيل، لازم انتي بتعملي كده في خل او بحاجه عشان ينزل، لانه بيبقى تقيل قوي. معلش. فلحقت يعني الموقف. وكده كنت بدور على علبة الكمون عشان احط مكانه. فالحمد لله يعني لحقت الموقف. كانش لسه نزل. لو نزل مش مشكلة يعني، لان هي كلها توابل واحدة. فهنا بقى ابتدي ان انا انزل الكمون زي ما انتوا شايفين كده. بينزل بصعوبة جدا للأسف، لان هو بيبقى مش عارفة، لان هو اكتر تابل فيهم بحسه تقيل قوي في نزوله، ما بينزلش كده بسرعة، لانه
تقريبا بيقف في الجزء اللي هو تحت ده، فكان لازم بقى بجيب خلة وببتدي ان انا اعمل بيها عشان ينزل. شايفين بقى بهدلة السنين بس مش مشكلة، قلت هظبط كل ده بس بعد ما اخلصهم، لان انا بالنسبة لي كان لازم احط الطاول في علبها، لان هي طول ما هي كده مش عارفة بحسها مش بتبقى شكلها لطيف، في نفس الوقت في استخدامها لازم تقعدي بقى تفكي الكيس وتحطي ومش عارفة ايه، فحوار يعني. بس فهنا بقى كنت هحط البهارات، وفي الوقت ده برضو لميت بصراحة، كان عندي برضو غسيل وكده لميته، بحيث يعني ان نخلص اي حاجة ورايا. بس هنا بقى نزلت كده كل التوابل، اخدت بقى القمع ده عشان اغسله، وهبتدي امسح العلب اللي هي بتاعه التوابل دي كويس. انا كنت عايزه اغسلها بصراحه، بس لو هغسلها طبعا انتوا عارفين هضطر افضيها كلها وكده، وانا والله فعلا مش قادره خالص. انا اصلا ببقى واقفه والله مش قادره، ما بقدرش دلوقتي خالص. فقلت خلاص همسحها كده من بره وانضفها، وان شاء الله في يوم اكون يعني احسن وافضيها كلها وابتدي ارجعها اماكنها. كمان حاسه ان الاستيكر اللي عليها، حاسه انه بدأ يبوظ كده، فممكن اجيب استيكر جديد اللي هو الاسود اللي هو ووتر بروف، اللي هو ما بيبقاش مش ووتر بروف هو بيجيش يعني عليه، ما بيتأذاش من المية، وده كان المفروض كده، بس هو قعد معايا بصراحة كتير، يعني بصراحة كتير جدا. بس انا حاسه ان هو بدأ هيبتدي يبوش وكده ويبوظ لو اتكيت عليه شويه. فخلاص بقى يعني ان شاء الله اجيب نوع ستيكر غيره يعني. بصراحة علب التوابل دي حلوة جدا جدا جدا، انا دي معايا تقريبا كده بقالها سنتين تقريبا يعني. بصراحة خطيرة خطيرة خطيرة. وانا بقى ظبطت الرخامة كده ومسحتها وروقت الدنيا. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى ان يعجبكم.